مساء الفل. عايز تعرف ليه مبابي خارق ومسابق كل لاعيبة العالم؟ عايز تعرف ليه مبابي هو احسن لاعب في العالم واحسن من هاري كين واحسن من لامين يامال واحسن من كل المنافسين؟ عايز تعرف ليه مبابي هو رقم واحد رغم تفوق هاري كين في عدد الاهداف اللي هو مسجلها؟ انا هقولك باختصار اللي بيعمله مبابي دلوقتي مع ريال مدريد ومع منتخب فرنسا مفيش لاعب في العالم يقدر يعمله اطلاقا. تعال اوريك ليه مبابي هو احلى لاعب في العالم. لو جينا نبص على ارقام هاري كين وارقام مبابي اللي هم افضل اتنين لعيبه في العالم حاليا دلوقتي، هنلاقي ان هاري كين متفوق في تسجيل الاهداف وممكن في الصناعه على مبابي، ولكن كرة القدم زي ما احنا معودينكم هنا مش اهداف ومش صناعه بس. بص كده على الارقام اللي قدامك ديت بتاع مبابي في الليجا. امبابي لعب في الليجا 8 ماتشات، بدأ ال8 اساسي بمعدل 701 دقيقة. امبابي سجل في ال8 ماتشات 9 اهداف، معدل عالي جدا، هداف الليجا وهداف ريال مدريد، وعمل اسيستات 2 بعدد مساهمات في ال8 ماتشات 11 اسهام. عدد الاهداف اللي المفروض يسجلها امبابي اللي هي الاكس جي في الليجا كلها كان المفروض يسجل 6 اهداف وشويه، ولكن هو مسجل 9 اهداف، فده معناه ان الفنش بتاع مبابي عالي جدا السيزون ده. ثم تاتي الاكس اي اللي هي عدد الاهداف المفروض يتلقوها، ما تهمناش قوي. الاكس جي زائد الاكس اي برضو ما تهمناش قوي، ولا البي كي تهمنا قوي. خلونا نروح على الحاجات المهمه اللي بعد كده اللي هي الشوتس اللي هي الاس اتش. الاس اتش بتاع مبابي اللي هو عدد الشوطات، عمل 40 تسديده مع ريال مدريد في الليجا في 8 ماتشات، منهم شوت اون تارجت اللي هي بعدها على طول اللي هي 15 تسديده، 15 تسديده بين الثلاث خشبات. الخانه اللي بعدها اللي هي دراب مع ريال مدريد 25 مراوغه، 25 محاولة مراوغة لمبابي في الليجا. دراب في المية اللي هي المحاولات الناجحة بنسبة نجاح 58% وشوية. التاتش عدد لمسات امبابي للكورة. يعني ايه الخانة ديت؟ يعني ايه هي نسبة مساهمة امبابي في اللعب مع ريال مدريد؟ هل الراجل نايم في الصندوق بيسجل على طول، ولا الراجل بيشارك في اللعب وخيار دايما للتمريرات؟ الراجل لمس الكورة 477 مرة مع ريال مدريد. تاتش بوكس عدد لمسات امبابي للكوره جوه الصندوق 65 لمسه جوه الصندوق. دي ارقام امبابي الهجوميه مع ريال مدريد في الليجا. تعال بص كده الارقام هاري كين الهجوميه مع بايرن ميونخ في البوندسليجا. هاري كين لعب 6 ماتشات في البوندسليجا، بدا 6 اساسي بمعدل 493 عدد دقائق، بمعدل دقائق اقل من امبابي بماتشين او ب3 ماتشات. سجل 11 جون وعمل اسهامات 3 اهداف ومساهمه 14 هدف، مسجل عدد اهداف اكتر من امبابي. ولكن الكوره مش اهداف بس، كمل كده بقيه الخانات. الاكس جي بتاع هاري كين 5.8، مسجل عدد اهداف اكثر من الاكس جي. طبعا هاري كين سفاح في الصندوق. الاكس جي ايه عدد الاهداف الملقاه، والاكس جي زائد الاكس ايه الحاجات دي ما تهمناش قوي. تعال نروح على الشوتس. عدد التسديدات بتاعته سدد 21 تسديده، عدد التسديدات بتاعته اقل من عدد تسديدات امبابي على الصندوق. فاكر عدد تسديدات امبابي على الصندوق كانت كام؟ ارجع لها كده هتلاقيها امبابي سدد 40 تسديده، في المقابل هاري كين 21 تسديده. طب عدد التسديدات على الثلاث خشبات اللي هي الشوت اون تارجت، هاري كين 18، اما امبابي يا جماعه عمل جوه التارجت 15 تسديده. الاتنين متساويين في التسديد على التارجت. الدراب بتاع هاري كين 6 محاولات المراوغات لهاري كين 6. افتكر كده امبابي كان كام؟ كان العدد المراوغات بتاعته 26 مراوغه، محاوله مراوغه بنسبه 58%. هاري كين عدد قليل، فطبيعي جدا تكون النسبه في المية عنده عاليه. المراوغات عنده بنسبه 60% متقاربه لمبابي، رغم ان مبابي محاولات المراوغه اكبر بكتير. التاتش عند هاري كين يعني عدد لمساته للكره 241. فاكر كانت عند مبابي كام؟ كانت 477، الضعف. ده بيأكد لك ان مبابي بيشارك في اللعب اكتر من هاري كين، ان مبابي بيساند الفريق في التلت الثاني من الملعب والتلت الاول اكتر من مبابي، اكتر من هاري كين. خش كده على اللي بعدها. التاتش بوكس عنده 34 عند هاري كين. فاكر كان عند مبابي كام؟ 65. امبابي بيلمس الكوره جوه الصندوق ضعف هاري كين في الدوري. دي ارقام الليجا وارقام البوندسليجا سواء لمبابي او لهاري كين.
ايوه في تفوق على مستوى الاهداف والصناعه لهاري كين، ولكن تفوق كاسح في بقيه تفاصيل اللعبه لمبابي، سواء في التاتش بره الصندوق، سواء في التاتش اون بوكس، سواء في الشوط على المرمى، سواء في الدرابلينج محاولات المراوغات او عدد المراوغات الصحيحه. في كل حاجه تفوق لمبابي باستثناء الاهداف والصناعه. وده يرجع ان مبابي في ريال مدريد مع نجم تاني للفريق هو فينيسيوس، وبعض الاوقات بيكون مع نجم تالت للفريق هو بيلينجهام، عكس هاري كين في بايرن ميونخ هو الكل في الكل في مستوى الهجوم، بالاضافه ان مستوى الدوري في الليجا بكل تاكيد اقوى من البوندسليجا. خلينا نبص في دوري الابطال كده مبابي عامل ايه وهاري كين عامل ايه. بص على ارقام مبابي في دوري الابطال، لعب ماتشين، بدا الماتشين اساسي بمعدل 171 دقيقه، سجل 5 اهداف. 5 اهداف في ماتشين، دي ما عملهاش غير كريستيانو رونالدو قبل كده يا جماعه. الراجل الاكس جي بتاعه كان حوالي 4.13، سجل اكتر من الاكس جي. الراجل الاكس اي بتاعه كان عدد الاهداف اللي هو كان ممكن يتلقاها ما يهمناش كتير، الاكس جي زائد الاكس اي برضه ما يهمناش كتير. خلينا نروح على طول للشوط. الشوط بتاعه 18 تسديده، منهم شوط اون تارجت اللي هي الاس او تي 10، سدد 18 منهم 10 على الصندوق. تعال نشوف هاري كين. هاري كين لعب ماتشين، بدأ الاثنين اساسي بمعدل 154 دقيقة، الاثنين متساويين تقريبا في عدد الدقايق وفي الماتشات، سجل 4 اهداف اقل من مبابي بهدف ولم يصنع. الاكس جي بتاعه كان 1.8 من 10، 1.81 من 100، سجل 4 اهداف. الاكس جي عالي طبعا. هاري كين سفاح جوه الصندوق، احنا مقتنعين بكده، ولكن بره الصندوق بقى هاري كين عامل ايه؟ الراجل شاط 10 شوطات منهم 6 اون تارجت. انا عايزك تبص كده على ارقام امبابي في التسديد من بره، في التسديد سواء بره او جوه التارجت 18 منهم 10، متفوق على هاري كين في التسديد بكل تاكيد وعدد المحاولات. اعمل معايا كده في مبابي الدراب بتاعه 4، حاول يعمل 4 مراوغات 50% منهم ناجح، يعني 2 صحاح. التاتش عدد اللمسات 102، لمس الكرة 102 مره، منهم تاتش بوكس 28 مره جوه الصندوق. تعال نبص كده على هاري كين. الدرابل بتاع هاري كين 2 بس، كيليان امبابي 6. التاتش لمس الكوره 74 مره، منهم 15 مره جوه الصندوق. قارن كده ما بينه وما بين هاري كين كده، بص بعينك فوق هاري كين. هاري كين لمس الكوره 102 مره، منهم 28 مره جوه الصندوق. قوة امبابي في مساعدة الفريق ومشاركة في اللعب مع ريال مدريد أقوى من هاري كين. بص معايا كده على الباسنج ستيتس بتاع الاتنين لعيبة، عدد التمريرات بقى الداخلية والخارجية وكل حاجة، هوريك الدنيا دلوقتي. ريال مدريد وكيليان امبابي مع ريال مدريد في الليجا، الراجل زي ما قلنا لعب 8، بدأ في 8، الحاجات دي ثابتة لحد معايا لحد الباص. امبابي في 8 ماتشات عمل 301 باص، 301 باص بمعدل 37 باص كل ماتش. الباص اكيورسي بتاعته، نسبة الباصات الصحيحة بتاعته وصلت ل 90%. الباص التاج بتاعه يعني الباصات الهجومية بتاعته وصلت مع الفريق ل 334 باص، رقم كبير جدا يا جماعه. الخانه اللي بعدها السي سي اللي هي الفرص المحققه اللي امبابي صنعها. امبابي صنع 21 فرصه. الخانه اللي بعدها بي سي سي اللي هي عدد الفرص اللي اتسجلت فعليا المحققه للتسجيل 2. كي باص الخانه اللي بعدها اللي هي ما قبل الاسيست 19 مره. انا عايزك تركز في الارقام دي، لان كره القدم مش اهداف بس، مش اسيستات بس، في تفاصيل تانية جوه اللعب. الخانه اللي بعدها الباس لونج 7، عمل باصات طوليه 7. اما الخانه اللي بعدها اللي هي الباص اف 3 ار دي اللي هي التمريرات في الثلث الاخير في الملعب، يعني التمريرات في صندوق الخصم. امبابي عمل 208 تمريره، ده رقم كبير جدا. بالباسنج ستيتس عامل ايه عند هاري كين بقى؟ تعال نبص عند هاري كين. خلاص قلنا في الراجل في البوندسليجا 6 وبدا 6 اساسي، لعب على الدقايق، سجل 11 جون، 3 اسيستات، كل ده تمام. اقف لي بقى عند الباص، دي اول حاجه هناخدها. 123 باص. فاكرين بقى امبابي كان كام باص؟ امبابي كان 301 باص. شوف الفرق، 123 باص 301 باص. ده بيوري لك مدى تأثير امبابي في المشاركة في اللعب مع فريق ريال مدريد، ومدى ان الراجل ده مهم ازاي جوه تشكيلة ريال مدريد. طب كمل معايا في هاري كين. الباص ماتش اللي هو كام باص كل ماتش؟ حوالي 20 باص. نسبة الباص الصحيح اللي هي الباص اكيورسي حوالي 82. امبابي اعلى، وصل ل 90، رغم ان امبابي عدد باصات ضعف او اكتر من الضعف من هاري كين. الخانه اللي بعدها الباص اتاك اللي هي عدد الباصات الهجوميه عند هاري كين 150. انت فاكر الباص اتاك عند امبابي كان كام؟ كان
كان 334 باص. شوف الفرق ما بين المساهمه في اللعبه عند هاري كين عند امبابي. امبابي هو كل في الكل داخل ريال مدريد. هاري كين بيسجل كتير، ولكن في مساهمات كتير من وراه، في مساعدات كتير في الفريق، ما بيساهمش في اللعب كتير مع بايرن ميونخ. لا، حركيه امبابي ومساهمته في اللعب مع ريال مدريد واعتماد ريال مدريد على امبابي اكتر بكتير قوي من هاري كين مع بايرن. بص كده على الخانه اللي بعدها، السي اللي هي عدد الفرص اللي صنعها، 13 فرصه لهاري كين. اما كيليان امبابي كان فاكر كام؟ كان 21 فرصه، الضعف. ده معناه ان امبابي اخطر وبيصنع فرص اكتر لزمايله من هاري كين. طب الBCC عند هاري كين اعلى من امبابي، الراجل عامل 5 فرص محققين للتسجيل، اما امبابي كان عامل 2 بس. الباسكي عند هاري كين اللي هي الكي باس اللي هي تمريره ما قبل الاساس زي ما قلت لكم 10 عند هاري كين، اما كيليان امبابي عنده 19، ضعف هاري كين. امبابي 19 ضعف هاري كين. الباص F3RD عند هاري كين 81 اللي هي عدد الباصات في الثلث الاخير في الملعب 81. شفت كده عند امبابي كام؟ 208. فرق شاسع. لا، انا اتفهمك اما تقول لي ان هاري كين اكبر هداف دلوقتي في العالم، بس احسن لاعب في العالم؟ لا، امبابي بيعمل كل حاجه في الكوره يا جماعه، حتى لو هاري كين متفوق بهدف او 2 على امبابي، ولكن امبابي في كل حاجه وفي كل تفاصيل الكوره هو متفوق لحد دلوقتي على هاري كين. نفس الكلام في دوري الابطال، لو جيت تبص في دوري الابطال هتلاقي تفوق كاسح لامبابي. يعني هتيجي تبص هتلاقي ان الشوط اكتر، الشوط في الثلاث خشبات لامبابي اكتر، الدراب اكتر، المحاولات الناجحه اكتر، التاتش اكتر، التاتش بوكس اكتر عند امبابي. ادي قدامك ارقام امبابي في الشامبيونز ليج، وهعرض لك بعدها. بص كده على ارقام هاري كين في الشامبيونز ليج، هتلاقي تفوق لامبابي في كل تفاصيل اللعبه باستثناء الهدف او باستثناء فرق هدف او 2. فهل ده يقول لك ان هاري كين احسن من امبابي؟ لا، انا اللي عيني شايفاه جوه الملعب ان امبابي مفيش مقارنه بينه وما بين اي لاعب في العالم دلوقتي. طب ده رقميا شفنا ان امبابي متفوق على هاري كين في تفاصيل اللعبه وفي احصائيات اللعبه في كل حاجه. تعال نبص بقى على المستوى الشخصيه. مستوى شخصيه امبابي جوه الملعب لا تقارن بهاري كين. اما تيجي تبص تحس ان امبابي قائد جوه منظومه ريال مدريد، قائد جوه منظومه فرنسا، هو القائد جوه الملعب، هو اللعيب اللي بيثق فيه كل لعيبه الفريق. عايزك تبص معايا كده على لقطه امبابي وفينيسيوس في ضربه الجزاء بتاع فينيسيوس جونيور اللي سابها له امبابي. هتشوف ان امبابي ساب اولا ضربه الجزاء لفينيسيوس عشان يغير فكره ان انا مستر بلانتي، لا يا عم خد يا عم فينيسيوس شوت. اما بدا حارس فياريال يرخم على فينيسيوس ويبدا يخرجه بره تركيزه، شفنا مبابي بيخش وبيهدي الحارس وبيهدي فينيسيوس وبيهدي الموقف وبيحافظ لفينيسيوس على الاجواء الصحيه عشان يخش يحط ضربه جزاء. تاني حاجه تصريحات مبابي بعد ماتش الكاراتو بعد خساره الديربي ب5. مبابي واجه طلع قال احنا كسبنا النهارده في دوري الابطال، بس مش عايزين ده ينسينا اللي حصل في المتروبوليتانو، مش عايزين ننسى دايما خماسيه اتلتيكو ونحطها قدام عيننا عشان ما تتكررش. ده لعيب عنده شخصيه مواجهه ان هو يطلع يتكلم في كارثه حصل. اما على مستوى الجوده والفرديات جوه الملعب، فمن الاخر من غير ما احكي كتير، انت بتشوف مبابي كل جوله وبتشوف هاري كين في دوري الابطال لو مش بتتفرج على البوندسليجا. بمنتهى الامانه مين جوده اعلى ومين كواليتي اعلى؟ قولا واحدا امبابي. يا جماعه هدف امبابي مع فرنسا، بص كده، انا عايزك تبص كده على هدف امبابي مع فرنسا. معلش لا مؤاخذه يعني، مين قادر يجيب جون زي ده في العالم؟ في حد في العالم حاليا دلوقتي يقدر يسجل هدف زي ده مع فريقه او مع منتخبه غير لاعب واحد بس، لامين يامال، وللاسف الشديد بدون استمراريه. استمراريه امبابي اقوى بكتير من لامين يامال. فاحنا اتكلمنا على مستوى الارقام وعلى مستوى الشخصيه وعلى مستوى الجوده. كيليان امبابي متفوق بمنتهى البساطه. كيليان امبابي هو احسن لاعب في العالم حاليا، وهو النسخه الاقرب لميسي ورونالدو في بعض الاوقات. انا متشوق جدا ان انا اشوف امبابي في اخر السيزون هيكون وصل لايه. اعتقد ان في بالون دور بتطبخ على نار هاديه. انزل قول لي في الكومنتات مين افضل لاعب في العالم حاليا بمنتهى الامان.